تحياتي سيدتي وتحياتي إلى ضيوفكم الأعزاء ومشاهديكم. دعني أقول لكم بأن جميع هذه الفصائل والتنظيمات تنظيمات أنشأت بأموال إيرانية وبعد مبايعة الولي الفقيه نائب إمام الزمان، وهذه التنظيمات لا استقلالية لها. كل هذه التنظيمات تنتظر أوامر وتعليمات إيران. أهم شيء إن القيادة الإيرانية أرسلت هذه التنظيمات والمجموعات للتوجيه قذائف وصواريخ ومسيرات إلى إسرائيل. أين إيران؟ أين إيران التي دبرت الفتنة وأشعلت النيران؟ وين إيران؟ لماذا اليوم أمر مهم حسن؟ السيد مجتبى خامنئي نجل القائد والشخص الذي يتعين نفسه ليكون ولي الفقيه الثالث، رغم أن وراثة هذا النظام جاء ضد الوراثة، على أي حال ألقى بخطاب قصير إلى الشعب الإيراني. قال إنه سيوقف جلسات درسه لأجل غير مسمى أو للأبد. لماذا؟ لأنه وصلت إليه معلومات بأن إسرائيل بصدد اصطياد مجتبى خامنئي بسبب قتله، لأنه من أجل قتل خامنئي إسرائيل لابد أن تتبع بعض القوانين الدولية. أولا تستشير الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مجتبى خامنئي حسب الظاهر لا شغل له، رغم أن السلطة معظم السلطة سيد علي نوري زادة انسحب. قبل أن أنتقل إلى ضيفي سيد سمير تقي، دعنا فقط نركز على هذه المستجدات فيما يخص ضربات الفصائل العراقية. برأيك دكتور علي، هل هي جاءت فعليا كرد؟ هذا هو الذي كان ينتظره حزب الله اليوم من الفصائل العراقية، وهذا ما كان ينتظره من إيران. ضربات انتهت إلى هذا الحد، وبالتالي رفع الحرج عن إيران. أنت ضربت، نحن ردينا، وينتهي الأمر هنا. دكتور علي نوري زادة. سؤالي نعم. أقول لكم، لا، أنا فكرت بأن السؤال موجه لواشنطن. بالنسبة لي أنا أقول لكم التنظيمات العراقية غير معنية بما يدور في غزة أو في لبنان. هذه التنظيمات تنظيمات تمولها إيران. من هو عصائب أهل الحق؟ كل هذه التنظيمات مرتبطة بإيران، بأمر إيران، تقتل، تنسحب، توجه صواريخ وغير ذلك. فلذلك ما حصل اليوم كان أقل مما يمكن أن ننتظر من إيران، لأن إيران كما قلت أشعل الفتيل. إيران التي دبر 7 أكتوبر، فقبل أسبوع من 7 أكتوبر قيادة حماس كانت في إيران، وإيران أكدت السيد خامنئي أكد بأنه لن يسمح بمواصلة الدول العربية بتتبيع مع إسرائيل. فهذا ما حصل. واليوم أيضا أوامر إلى تعليمات إلى فصائل دكتور سمير تقي، لتوجيه هذه الصواريخ. نعم.